السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم النهاردة عن ممثل ومخرج. هو في الأصل مخرج مسرحي. المخرج المسرحي الراحل روزيه البهنساوي، ومخرج وممثل مصري من مواليد عام 1949، مواليد محافظة بني سويف. يبقى تلمها بقى يا اخي، شويه ادب والا هضربها. لا 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 لا، كل شيء بثمنه يا بسيون. هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتغل لفترة مساعد للمخرج الراحل السيد راغب قبل أن يقوم بإخراج أولى مسرحياته منور يا باشا عام 1983. وشارك أيضا بالتمثيل في العديد من الأعمال، وكان أولها مسرحية الدنيا مزيكا عام 1975. الفنان المخرج الممثل الراحل روزيه البهنساوي أخرج للمسرح عدة مسرحيات، منها زنبليطة في المحطة سنة 1996، وأخرج مسرحية منور يا باشا عام 1993، وأخرج أيضا مسرحية اخطف واجري عام 1990، ومسرحية حلق حوش عام 1990 كانت من إخراجه أيضا، وأخرج مسرحية عصفور ودبور عام 1989، ومسرحية ليلة مجنونة كانت سنة 87، ومسرحية دلوع يا بيه كانت عام 1986. أما مسرحية الدخول بالملابس الرسمية سنة 1979 كان مخرج منفذ للمسرحية. ومسرحية ليلة من ألف ليلة عام 1977 كانت من إخراجه، وأيضا من إخراجه مسرحية استاكوزا. وشارك في مسرحية النسانيس، كان مخرج منفذ للمسرحية. وأخرج مسرحية زوج على نار هادئة، ومسرحية شفت اللي حصل، ومسرحية صحتك بالدنيا، ومسرحية لعب عيال قوي. أخرج مسرحية ليلة زواج فضة. المخرج روزيه البهنساوي رحمة الله عليه كان بيشارك بالتمثيل أيضا، ومن أعماله اللي مثل فيها مسرحية الدنيا مزيكا سنة 75، وشارك في فيلم الجحيم عام 1980، كان بيعمل شخصية أحد أفراد العصابة. وفي عام 1981 شارك في فيلم أمهات في المنفى، كان بيعمل دور بسيوني المحامي المبتدئ. وفي عام 1986 شارك في فيلم الحدق يفهم، كان بيعمل شخصية الشيخ عاشور. وفي عام 1989 شارك في فيلم الإرهاب. وفي عام 1990 شارك في فيلم شبكة الموت. وفي عام 1991 شارك أيضا في فيلم عصر القوة. وفي 1999 شارك في فيلم أمن دولة. أما في عام 2002 فشارك في مسلسل وحلقت الطيور نحو الشرق. كنا نتحدث عن المخرج المسرحي والممثل المصري الراحل روزيه البهنساوي. بطاقتي هي حبي للخير، وشخصيتي هي قدرتي على فعله. روزيه البهنساوي كان من مواليد 14 ديسمبر عام 1949، وتاريخ وفاته كان 24 سبتمبر عام 2003. مخرج والممثل المسرحي الراحل روزيه البهنساوي.